السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احبابي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الحواوشي الاسكندراني. انا معايا كيلو دقيق هنا، عليه رشة ملح وكوباية زيت صغيرة، هنحطها على بعض وهنفركهم كويس، هنغلغلها في الدقيق يعني نخلي. ومعايا هنا كيس خميرة متدوب في، لا عايزة تدوبيه في لبن او مية زي ما تحبي، ومعاه معلقة سكر وتقلبيه كويس جدا وهو فاير وزي الفل، وتسيبيه يخمر يعني شويه كده قبل ما تعجني. بعد كده بنفرك العجين زي ما انتم شايفين كده، الزيت في قلب الدقيق كويس لغايه اما تحسي بيه ان هو مرمل زي الرمله كده، وزي ما شايفين كده حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنزل بقى بالخميره والميه، طبعا انا بمسح ما بخليش حاجه خالص، وايه وهنعجن بقى زي ما انتم شايفين كده حبايبي. انا لقيتها عايزه ميه تاني، انا مدفيه ميه جنبي، عندك لبن ماشي، عندك ميه دافيه ماشي. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بس انا بنزل ايه حبه حبه بالميه، مش بنزل بيها على طول عشان ما تعملش مني العجينه. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، خلاص اهي كده اتلمت خلاص معايا. هي احتاجت مني غير كوبايه الميه بالخميره كمان نص كوبايه، كل واحد على حسب الدقيق اللي انا جايباه المره دي بياخد ميه كتير. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، افرد والم العجينه، افرد والم العجينه عشان العجينه تطلع معاكي حلوه وناعمه. زي ما انتم شايفين اهو حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هفرد واعجن كده لمده 10 دقايق على قد ما انت تستحملي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله ما شاء الله، هي حلوه جدا. هي انا عايزاها طريه وبتلزق شويه في الايد، يعني مش ماسكه قوي، يعني مش بتلزق تلزق معجنه، لا. بصوا اهي، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايفين العجينه عامله ازاي؟ عامله عرق وزي الفل. احنا دهنا البوله نقطه زيت وعلى وشها نقطه زيت، وهغطيها تخمر. واما تخمر ان شاء الله هنشوف هنعمل ايه. على ما تخمر بقى هنعمل الحاجه اللي احنا هنعملها. معايا هنا نص كيلو لحمه مفرومه، وحط عليها كاري اللي انا كنت بدعكه ده، وحاطه نزلت ببصلتين او 3 بصلات مفرومين في الكبه ومصفيه الميه بتاعتهم. ومعايا فلفل رومي على حامي، اللي عايزه رومي بس ماشي، عايزه حامي بس ماشي انتي. معايا ملح، معايا جنزبيل وجوز الطيب وبودرة ثوم وبابريكا وكزبرة ناشفة وكمون و7 بهارات وفلفل اسمر. زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله. هعجنها بقى كويس عشان اخلط كل المكونات دي في قلب اللحمه، وهسيبها تاخد تشمع شويه وتاخد وتدي في قلب التتبيله اللي انا حطيتها، البهارات والحاجات بتاعتها اللي انا حطيتها لها. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ان شاء الله تجربوها وهتعجبكم جدا باذن الله. ما تنسوناش من اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم من قناتي كل جديد، فضلا وليس امرا احبابي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. خلاص انا سبتها بقى العجينه اهي، هي خمرت، بس انا كنت مستعجله فما استنيتش عليها كتير. هي تقعد نص ساعه، ساعه الا ربع. في الجو الساقع تقعد ساعه، في الجو الدافي بتقعد نص ساعه. زي ما انتوا شايفين انا قسمتها نصين وهبتدي اقطعها اهو. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، انا بقيس بايدي واقسم عشان تطلع التقسيمه حلوه. انا خدت اول وقت ببتدي باللي انا قطعته في الاول، هكوره كده زي ما انتم شايفين
انا دهن الصينيه دهنه زيت بسيطه جدا. طبعا انتوا عارفين انا بعمل العجينه ازاي، بكورها ازاي. خلاص احنا كورناها وسبتها في الصينيه، حطيتها في الصينيه وغطيتها تخمر. انا هفرد بقى خلاص وخمرت، هديت يعني، انا مش عايزاها تخمر، انا عايزاها تهدى 15 دقايق كده. هبتدي بقى افرد. انا محضره الصواني ومسخنه الفرن. افرد العجينه عشان هي هتبقى طبقتين في قلب بعض. هتشوفوا الوقت معايا. انا بفرد اللي هي القاعده بتاعتها، العجينه الاولانيه، هحطها بقى في الصينيه. سهل جدا جدا، مش هياخد مني غير هو بس وقت التخمير والتسويه. عفوا. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي اهو، انا ابتديت احط في الصينيه وايه، وهفرد بقى. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. طلع في منتهى الجمال. ان شاء الله يعجبكم باذن الله. ما تنسوناش من لايك وتشير والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم من قناتي كل جديد، فضلا وليس امرا احبابي. وما تنسوناش من التعليقات الحلوه بتاعتكم، يا ريت تقولوا لنا رايكم في التعليقات، عشان لو ما فيش حاجه مش عجبتكم تقولوا لنا عليها احنا نغيرها. زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. يعني انا بحط الاول طبقة عجين، احط فيها اللحمة المفرومة، افرد فيها اللحمة المفرومة وانزل عليها بالطبقة التانية زي ما حضراتكم شايفين، واقفلها حدا من حواليها كده داير ما يدور، عشان خاطر ايه ما تفتحش مني في الفرن اهو. وبعدين بروح فردها بقى في الصينية زي ما حضراتكم شايفين كده. انا بفردها ازاي؟ عفوا. عفوا. بسم الله، الحمد لله، الله اكبر، ولا حول ولا قوه الا بالله. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، انا ببرمها بالجناب. انا كده مشغله الفرن من ساعه ما بديت اقطعها وانا مشغله الفرن. عفوا. اللي هتخلص هتخش على طول على الفرن زي ما حضراتكم شايفين كده. بفرني بعد ما قفلتها كويس. هدهن وشها بقى ايه، ده لبن نيدو، معلقتين لبن نيدو مع معلقه سكر و بق ميه صغير كده، معلقتين ميه صغيرين، يعني معلقتين بتوع الاكل. هدهن وشها. انا ما بحبش ادهن اي عجين هيخش الفرن ببيض. ادخلها بقى الفرن. هسيبها تريح شويه وبعدين ادخلها الفرن. هنعمل واحده تانية مع بعض، وبعدين بقيه الكميه هبقى اعملها لما اخلص. نخلص بس نشوف كده اول واحدتين اوريهم لكم باذن الله اهو. زي ما حضراتكم شايف انا مش بدهن الصينيه ولا حاجه، مش بتلزق اهو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. وريحه اللحمه التتبيله بتاعتها في منتهى الجمال. انا اللحمه بشرى عليها حته ليا ضاني عشان هي اللي بتطعم اللحمه المفرومه بتاعت الحواوشي. زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، نفس اللي احنا عملناه في الرغيف الاولاني. بسم الله، سبحان الله، الحمد لله، الله اكبر، لا حول ولا قوة الا بالله. زي ما حضراتكم شايفين كده حبايبي، انا بقفل عليها كويس جدا من الجناب عشان ما تفتحش مني. خلاص انا خلصتها كده. هدهن بقى وشها بالحليب وايه هندخلهم الفرن. انا دخلتهم الفرن خلاص اهو. شايفين بسم الله ما شاء الله اهو، ولا بيض ولا اي حاجه، وطالع وشها في منتهى الجمال. بس انا بقطعها سخنه قوي فعشان كده ايه اهو. بصوا اللحمه مستويه والعجين مستوي، الرغيف العيش مستوي وزي الفل، وطعمها في منتهى الجمال. وهنقدم جنبيها ترشي مخلل.
السلام عليكم.